في سنة 1971 اتولد طفل في بريتوريا في جنوب أفريقيا. والده كان مهندس مشهور جدا، فكانت حالته المادية مرتاحة. والدته كانت عارضة أزياء وموديل يعني وخبيرة تخسيس. ملناش دعوة، خلينا في الولد. الولد ده يا جماعة من هو صغير والدته كانت بتقول عليه إن هو واد متفوق جدا وذكي جدا. مين يشهد العروسة؟ أهل الطفل كانوا بيقولوا إن الولد ده بيفضل قاعد لوحده كده لساعات، يفضل مركز كده في السماء ومبرق ليها. فهم طبعا كانوا بيقلقوا عليه جدا، فكانوا بيحاولوا يخرجوه من المود اللي هو مركز فيه ده وبيحاولوا يكلموه ويتواصلوا معاه يعني. بس الولد ده ما كانش بيرد عليهم خالص وبيفضل مركز في الحالة دي، ما بيفصلش منها. فأهله على طول قلقوا وبدأوا يفكروا إن الولد اتصاب مثلا بقى إن هو أصم وما عادش بيسمع خالص. فعلى طول جروا بيه على الدكاترة ولفوا بيه لفة كده حلوة شوية. فالدكاترة على طول قالوا إن الولد ده سليم وما فيهوش أي مشكلة، والولد بيسمع كويس. بس الموضوع ده طبعا ما عجبش اهله، وبدا يستغربوا ويقولوا ازاي الولد ما بيردش على الناس اللي بتكلمه والناس اللي اكبر منه. الولد ده وقح وقليل الادب. بس للاسف الناس اللي حواليه واللي كانوا منهم اهله ما كانوش مدركين ان الطفل ده عنده حاجه اسمها فوتوجرافيك ميموري، والحاله دي بتخليه يفضل يتخيل حاجات في دماغه ويفضل يفكر فيها وينعزل فيها عن العالم اللي حواليه خالص. بس طبعا الناس اللي حواليه ما حدش فيهم كان فاهم الموضوع ده خالص. الطفل ده يا جماعه كان بيحب القرايه جدا، لدرجه ان اخوه قال ان هو كان ممكن في اليوم يقرا له حوالي 10 ساعات. طبعا الكلام ده مش لنا يعني، عندنا حاجات تانية أهم. بس خلّيني أقول لك إن الكلام ده كان في اليوم اللي هو بيبقى فيه دراسة، بالك بقى باليوم اللي هو ما وراهوش فيه حاجة وفاضي فيه كده، كان ممكن يخلّص له كتابين في القعدة. الموضوع ده كان غريب عند الطفل ده يا جماعة، لدرجة إن هو بيقول إن هو في سنة رابعة كان خلّص كل الكتب اللي موجودة في مكتبة الحي بتاعه. أكيد أنت جه في دماغك إزاي طفل زي ده يقدر يستوعب كل المعلومات دي ويخزّنها في دماغه ويفهمها يعني. بس خلّيني أقول لك إن دي كانت حقيقة. الطفل ده يا جماعة من كتر القراية والفهم كان عامل زي موسوعة ماشية على الأرض. ولو أنت فاكر إن الموضوع ده كان حاجة كويسة بالنسبة له، فخلّيني أقول لك إن هو مش أفضل حاجة بالنسبة للناس اللي حواليه. لدرجة إن هو كان قاعد في يوم على العشا هو والعائلة الجميلة بتاعته، فأخته الصغيرة سألت سؤال عفوي كده وبصت فوق وقالت: هو القمر ده بعد عن الأرض بقد إيه؟ فهو رد بكل تلقائية وسرعة وقال: 238,855 ميل. فكل العيلة طبعًا اتصدمت وبدأوا يبصوا له كده ويقولوا: مين الكمبيوتر اللي قاعد معانا ده؟ الموضوع ده كان مسبب له مشكلة كبيرة جدًا يا جماعة، مش عارف يكوّن صداقات مع الناس اللي حواليه، لأنه بقى عامل زي العيل اللي فاهم كل حاجة ومش فاهم النكت ومش عارف ياخد الموضوع بهزار زي بقية الأطفال. فبالتالي زمايله اللي كانوا معاه في الفصل كانوا بيبعدوا عنه وكمان كانوا بيضربوه ويتنمروا عليه. وطبعًا أنت مستني النهاية المأساوية للقصة دي، بس خلّيني أقول لك إن العكس تمامًا. الطفل ده يا جماعة بقى دلوقتي واحد من أشهر الناس اللي موجودة في العصر الحديث إن لم يكن أشهرهم. الراجل ده يا جماعة عنده شركتين من أشهر الشركات في مجالهم، إن لم تكن الأشهر كمان. الراجل ده ثروته من الآخر أعلى ثروة موجودة على كوكب الأرض. الراجل ده صاحب شركة سبيس إكس وتسلا. الراجل ده هو إيلون ماسك. ولو أنت شايف إن الشخص ده مش من أهم الشخصيات اللي موجودة في العالم، فخلّيني أقول لك إن هو من أكتر الشخصيات تأثيرًا. يعني لو أنت شايف إن الشغل اللي بيعمله ده أي كلام، فخلّيني أقول لك إن هو مؤثر شئنا أم أبينا. وبما إننا النهارده بإذن الله مش جايين نتكلم عن إيلون ماسك شخصيًا، إحنا جايين نتكلم عن المشكلة اللي شاركت في تكوين شخصية إيلون ماسك دي. إيلون ماسك من فترة كان طلع وقال إن هو متصاب بحاجة اسمها متلازمة سبيرجر، ودي ببساطة نوع من أنواع التوحد، وده كان الاسم القديم ليها طبعًا. دلوقتي ما عادش في حاجة اسمها كده خالص، بقى كله توحد وبقى ليه درجات. الفكرة إن المرض ده يا جماعة منتشر جدًا، لدرجة إن في ناس كتير ما بتعرفش إن هم مصابين بالمرض ده غير بعد ما يعدي عليهم عمر كبير. يعني ممكن بعد 35 و40 سنة يبدأ يكتشف إن هو للأسف كان مصاب بالتوحد من وهو صغير. لدرجة إن في نسبة بتقول إن حوالي 1.3 من كل 1000 طفل بيتصابوا بالمرض ده. وللأسف عدم معرفة الناس بالموضوع ده لحد ما يوصلوا لسن متأخر هو حاجة مش كويسة خالص. تخيل إنك بتتعامل مع شخص عنده اضطراب نفسي معين وهو مش مدرك إن هو عنده الاضطراب ده، وأنت كمان كل اللي في دماغك إن هو شخص غريب الأطوار ومش عارف تتعامل معاه. علشان كده كلنا لازم نبقى عارفين إزاي نتعامل مع الأشخاص المصابين بالأوتيزم، وعلشان نقدر نتعامل مع الأشخاص دول لازم نبقى عارفين إزاي الأشخاص دول أصلًا بيفكروا. أول حاجة لازم تاخد بالك منها إن الأشخاص دول ما بيبقوش عارفين يفرقوا ما بين المشاعر والأحاسيس اللي إحنا شايفينها أصلًا حاجة سهلة وبديهية جوانا. يعني مثلًا ما بيبقاش عارف حاجة اسمها فرح أو حاجة اسمها حزن، ما بيبقاش عارف مثلًا حاجة اسمها غضب، كل ده بالنسبة له حاجة مش موجودة أصلًا. فبالتالي ممكن يتصرف تصرفات مش ملائمة خالص لطبيعة الموقف اللي بيبقى موجود قدامه. يعني مثلًا يبقى في موقف فيه فرحة مثلًا أو موقف جميل، ومثلًا تلاقيه قاعد يعيط أو بيشتكي من حاجة معينة، ولأن هو شايف كل الناس اللي حواليه بيقوموا بنشاط معين أو بيعملوا حاجة معينة حواليهم، هو بيبدأ يتضايق لأن هو مش حاسس الحاجة دي خالص أو مش لاقيها قدامه. لازم تبقى أنت فاهم إن كل الأشخاص دول ممكن مثلًا يبقوا ماشيين بورقة ومكتوب قدامها الfeelings وترجمتها، يعني الفرح مثلًا معناه إيه أو الحزن معناه إيه ويحس جواه إزاي. فده طبيعي جدًا. فعلشان الموضوع ده حاول تاخد بالك جدًا من أسلوبك في الكلام وطريقتك لإظهار المشاعر بتاعتك وأنت بتتكلم معاه. تاني نقطة هُم بيعانوا منها ألا وهي الoverthinking. معظم الناس دي بتقول إن إحنا مثلًا مخنا بيبقى موجود فيه كمية كبيرة جدًا من الdiagrams أو حتى بيبقى عامل زي الExcel sheet كده. فبالتالي الموضوع ده بيضيّع عليهم وقت كبير جدًا في التفكير وبيخلّيهم ياخدوا وقت أطول في اتخاذ القرارات بتاعتهم. فعلشان كده وأنت بتتكلم معاهم حاول تاخد بالك جدًا من أسلوب العرض بتاعك، حاول ما تلخبطهمش ما بين اختيارات كتير علشان ما ياخدوش وقت أطول في التفكير والموضوع ده بيضايقهم جدًا. تالت نقطة بقى وهي العلاقات الاجتماعية. الناس دي بتواجه مشكلة كبيرة جدًا في موضوع التواصل مع الناس، لأنهم ما بيعرفوش يفرقوا ما بين الهزار والجد.
فبالتالي ممكن أي موقف يحصل قدامهم فيه هزار مثلا ياخده جد ويزعل وياخد موقف مثلا، فبالتالي بيبدأ يحس إن هو مختلف خالص عن المجتمع اللي هو موجود فيه، وده بيضايقه جدا. فعلى قد ما تقدر تختار كلامك كويس وأنت بتتكلم معاه، حاول على قد ما تقدر يبقى كلامك كله ليه معنى واحد، ما فيهوش لا يحتمل الهزار ولا يحتمل أي نوع من أنواع الغلط. كمان بيبقى عندهم نوع من أنواع الحدة، يعني من الآخر تقدر تقول عليهم كده دماغهم ناشفة شوية، بيحب يعمل حاجات بطريقة معينة ما يحبش يغيرها خالص. يعني أنت من الآخر لو خدت حاجة من الحاجات اللي تخصه مثلا وحطيتها بالطريقة اللي هو ما بيحطهاش بيها، هو لازم يحطها بالطريقة بتاعته. كمان معظم الأشخاص دول ما بيحبوش الأي كونتاكت خالص، فبالتالي حاول وأنت بتتكلم معاهم تبعد نظرك عنهم قدر الإمكان. وأظن الموضوع ده كان واضح في بداية الحلقة. وأكيد مش كل الأفكار اللي إحنا بنتكلم فيها سلبية كده بالنسبة لهم، بالعكس خالص، الأشخاص دول لو أنت اتعاملت معاهم هتلاقي عندهم حاجة أو حاجتين مميزين فيها جدا، وبيعملوها بطريقة مختلفة عن كل الناس اللي حواليهم. خليني أقول لك إن من أشهر الشخصيات اللي موجودة في العالم مصابين بالمرض ده حد طبعا زي إيلون ماسك زي ما إحنا اتفقنا، وكمان أينشتاين، كمان ليونيل ميسي. كمان الشخصيات دي يا جماعة ما بتحبش تكذب خالص، فبالتالي لازم تاخد بالك جدا من الكلام بتاعك معاهم إنه يكون كله صح. في النهاية أنت لو فكرت في الموضوع ده هتحس قد إيه إن هو مهم جدا. ممكن تتعامل مع شخص معين وتقول إن هو ده غريب الأطوار، لا مثلا ما بيعرفش يهزر ما بيعرفش يتكلم، بس في الحقيقة هو نضيف من جوه. معرفتك بالموضوع ده هتخليك لما تقابل حد مختلف عنك شوية ما تقولش عليه إن هو نورم أو إن هو ما بيعرفش يهزر أو إن هو يروح يقعد في البيت ما يخرجش. صدقني كل ده مش مشكلته هو، ده جهلك أنت بالمعضلة، وعلشان كده إحنا هنا النهاردة علشان نحلها. كمان خلّيني أقول لك إنك لو حسيت إن بعض الصفات اللي اتكلمنا فيها دي قريبة لحاجة جواك، لازم تحس إن الموضوع عادي جدًا. علشان كده أنا هاسيب لك تحت لينك في البايو موجود فيه مجموعة من الأسئلة، وبعد ما تجاوب على الأسئلة دي هتاخد سكور معين، والسكور ده هيقول لك أنت فين بالنسبة للموضوع ده. ولو لا قدر الله في أي مشكلة أو حاسس إن رقم عالي شوية تقدر تتواصل مع الدكتور بتاعك وتلحق الموضوع من بدري. وبس كده دي كانت معلوماتنا النهارده، ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تقدر تشوف معلومات تانية كتير. كمان تشوف لينك الإنستجرام عشان بينزل عليه فيديوهات تانية خالص مختلفة عن المحتوى اللي هنا. أنا كريم الشوافة، and we are the Introvs.